احمد عبد القادر بعد ماتش الهلال السوداني، ايه اللي حصل يا جماعه؟ احمد عبد القادر شد مع كولر، ومن بعدها وكولر حاطط عليه في ماتشات ما بيلعبوش، ما بيدخلوش السكور، اسباب فنيه. فعايز الهافات بتتالق، هو دايس عليه. لو هنتكلم على امكانيات احمد عبد القادر، احمد عبد القادر لاعب كبير قوي قوي قوي. بس كولر وصله لدرجه انه بدا يكره النادي الاهلي بسبب كولر. احمد عبد القادر محدش حاسس بيه الا لعيب الكوره. احمد عبد القادر اللي عايز يظهر موهبته، اللي عايز يلعب منتخب مصر، اللي عايز يحترف، اللي عايز يلعب بشكل اساسي، احمد عبد القادر عنده الامكانيات. احمد عبد القادر سريع مهاري، بيعرف يلتحم كويس، بيعرف يروح واحد على واحد. اقول لك لو هنقارن احمد عبد القادر باي لعيب في الدوري المصري، هنلاقي ان احمد عبد القادر عنده فروق فرديه، انه بيقدر يروح واحد على واحد. فعندك يا صديقي المدرب ممكن يوصل اللاعب لليأس وينزله تحت، وممكن يرفعه فوق في السماء زي بيرسي تاو، زي حسين الشحات، زي رضا سليم اللي بقى يديله ماتشات، زي كهربا اللي بيلعبوا على فراوده صراح اساسيين. اللي عشان بقى لو هنبص لسلبيات كولر هنلاقيه ان النادي الاهلي جاب له شادي حسين، جاب له حسام حسن في عز ما هم كانوا مكسرين الدنيا، والراجل خلص عليهم ومشاهم. كان عنده محمد شريف متألق وهداف الدوري من سنتين، برضه خلص عليه. فبمعنى اصح ان كولر خلص على احمد عبد القادر، وكولر يتحاسب، ومفيش رئيس نادي يقدر يعاقب كولر. عندك امام عاشور مع اختلاف بسيط، الراجل سامعين برضو من مصادر موثوقة ان في مشكلة بينه وبين كولر. يا عم كولر، انت مش مدرب اللي هو الطب، مش انت المدرب العالمي. وقلت لك قدام سان داونز، قدام فريق منظم، قدام فريق قوي بيهاجمك من قدام، ما عرفتش تطلع بالكوره. ما عندكش تنظيم في الملعب انك تقدر تطلع بالكوره من تحت لنص الملعب للمهاجمين. ما عندكش تريكه معينه بتعملها تفرض اسلوبك على اي حد. فمش انت المدرب الطب. ومن موقعي هذا الى كولر، احب اقول لك يا عم كولر ان لو جبنا عم حارس يمسك النادي الاهلي بالتشكيله دي وباللاعيبه دي، هياخد بهم الدوري المصري، وهياخد الكاس، وهياخد كاس السوبر المصري، وهياخد كاس السوبر الافريقي، وهياخد حاجات كتير قوي. انما كاداء وتكتيك في الملعب وحاجه كده لما بنشوفها في فرق كبيره بنفرح، مش هنشوفها معاك يا عم كولر. يا عم كولر بطل تعاند اللعيبه. يا عم كولر ركز بقى في ماتش سان داونز، وندخل بقى في ماتش سان داونز. هتعمل ايه يا عم كولر في ماتش سان داونز؟ خد بقى من العبد لله. عندك هتلعب برام ربيعه، عبد المنعم جناح، هتلعب بمحمد هاني باك ليفت، علي معلول، ديانج، مروان عطيه. هتلعب قدامهم قفشه، لان لازم تلعب برقم 10. كهربا مهاجم صريح، على يمينه بيرسيتاو، وعلى شماله حسين الشحات، والشناوي في حراسه المرمى، ويركز. وخد بقى عندك دي، لازم التشكيله دي تبدا بكره ويبقى مثبت تشكيل. طيب امام عاشور ياخد ما بين الشوطين، لو في خلل في نص الملعب امام عاشور يلعب مكان قفشه او اي لاعب هيأثر. بس لازم تبدا بالتشكيله دي بكره، لان دي التشكيله الثابته، دي التشكيله اللي عملت كولر، دي التشكيله اللي خدت دوري ابطال افريقيا. فبمعنى اصح بقى، بطل تعاند حد يا عم كولر وركز في شغلك. لازم تبقى انت عارف نقط ضعف صن داونز، ولازم تبقى انت مركز قوي قوي في الماتش اللي فات، اللي هو ايه اللي خدها بقى من العبد لله الميزه. لازم تقابل صن داونز من قدام، لازم تعمل ضغط هجوم عالي. ما عملتش كده، اقسم بالله ما صن داونز تقلبها مراجيح عندنا هنا في القاهره. السلام عليكم.